النهاردة هشارك معاكم بسكوت العيد. هو بسكوت الزبدة الفاخر بخطوات وطريقة في منتهى السهولة. اي حد هيدخل المطبخ هيحضرها لو طبقتوا الخطوات اللي انا هقولكوا عليها دي. شوية خطوات، هي مش صعبة جدا بس هتفرق جدا. لو طبقتوها هتاكلوا احلى بسكوت هش مقرمش واخد لون تسوية مظبوطة، لونه جميل ومحافظ على قوامه، حاجة كده تحفة ملهاش حل. لما تيجي تكسريه شايفينه هش جدا من جوه ومفرغ، بيدوب كده مع كوباية الشاي. رهيب يا جماعة، رهيب. لازم تجربوا الوصفة وطبقوا الخطوات زي ما قلتلكم، وان شاء الله يعجبكم. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. انا هنا استخدمت كيلو من الدقيق. الدقيق اللي انا استخدمته النهاردة ده دقيق مخصص للبسكوت وللكيك، مش الدقيق المتعدد الاستخدامات اللي انا بستخدمه دايما، لان ده مضاف عليه بيكنج باودر. في حالة ان انتي ما عندكيش الدقيق التخمير اللي انا موريكي شكله في الصورة دلوقتي في الفيديو، ممكن تستعملي الدقيق العادي متعدد الاستخدام. بس في الحالة دي هتضيفي عليه معلقتين من البيكنج باودر، معلقتين كبار بما يعادل 20 جرام. هنا الدقيق اللي انا استخدمته زي ما قلت لكم مضاف عليه البيكنج باودر. وهستخدم سكر حوالي 350 جرام من السكر بما يعادل سكر بودرة كوبايتين الا ربع، و3 معالق كبار من النشا يعني حوالي 60 جرام من النشا. النشا هنا مفعوله سحر. نص كوباية من الحليب اللي هو اللبن، ورشة الملح، 4 بيضات مضاف عليهم الفانيلا، وحوالي 600 جرام من الزبدة الساقعة. مش عايزاها سايحة، يعني مش عايزينها بدرجة حرارة الغرفة، لا عايزينها طالعة من التلاجة. 600 جرام يعني حوالي 3 كوبايات الا ربع. هضيف عليهم معلقتين كبار من السمنة. ويلا بقى نجيب العجان بتاعك او المضرب البيض بتاعك. اول حاجة هنخفقها هي الزبدة، هنضربها كويس جدا ومع السمنة. بعد كده بقى هبتدي انزل بالسكر البودرة بتاعي بالتدريج. انا هنا ما حبيتش اطول هنضيف برضو الدقيق عليكم الفيديو، فخفقتها وبعدين رجعت ضفت السكر البودرة. طبعا وانتوا بتضيفوه ما تعملوش زي ما تقلبوش مرة واحدة لانه طرف وشي. خفقناه وبعدين هنبتدي بقى نقلب كده بس وننزل وبعدين نخفقه، ونجيب بقى الطروف والحاجات اللي في الجناب نخلي بالنا كويس جدا عشان ممكن يكون فيه شوية سكر تحت ما تضربوش كويس. نقلب بقى كده الطروف وننزلها وبعد كده ننزل بالنشا. زي ما قلت لكم النشا هنا هيخلي لي البسكوت في حتة تانية. انا مش بستغنى عنه في اي حاجة تبع العيد، يعني في الكحك، في البوتيفور، في الغريبة، في كل شيء. بعد كده هنزل بقى بيضة بيضة وهبتدي ان انا اخفقها. البيض هنا بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش البيض يكون ساقع. اول بيضة ضربناها لحد ما اختفت تماما، هنحط البيضة التانية وهنخفق تاني بالمضرب. عندك عجان يبقى هتحطي كل حاجة والعجان بتاعك شغال، بس انا حبيت اوريكم ان ينفع ان احنا نعملها بالعجان وينفع ان احنا نعملها بالمضرب للناس اللي مش متوفر عندهم العجان. احنا كده خلصنا ضرب ال4 بيضات. بدأت انزل بالحليب وضربناه كويس جدا. بعد ما ضربنا الحليب وخلصنا العجينة بتاعتنا هبتدي بقى انزل بدي بتاعي تدريجيا وهبتدي الم العجين زي ما بين عندكم كده في الفيديو. بعد ما خلصت الكمية، التيب اللي انا استخدمته النهاردة اللي انا وريتهولكم 1 دي اللي شفتوا شكله دلوقتي في الفيديو، هحطه في الكيس الحلواني وهضيف معلقتين بس من الخليط بتاعنا علشان الكيس ما يتقطعش مني وكمان ما يكونش تقيل وانا بشكله في الصاج. قبل ما اشكله طبعا كنت انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. دي حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها وخطوه من الخطوات اللي هتطلع لي احلى بسكوت باحلى شكل واحلى لون، وهتخليني محافظ على قوامه زي ما هيدخل الفرن زي ما هيخرج. لازم البسكوت يدخل على درجه حراره عاليه،
ما ينفعش تكون متوسطة او منخفضة او ما فيش اصلا درجة حرارة، ما ينفعش. ساعتها هينفش منك، مش هيطلع زي ما دخل، ولا اللون ولا القوام هيطلع زي ما انت عايزة. ولو في حالة انت عاملة كمية كبيرة يفضل انك توطي الفرن بتاعك علشان اللي هيدخل بعد كده تسويه ما يتحرقش منك. ده شكله بعد ما خرج. البسكوت بتاعي ما بياخدش مدة معينة في الفرن، لان كل فرن تسويته بتختلف عن التاني. مجرد ما يتشمع وياخد لون من تحت، انت هتشغلي له الشواية وتطلعيه باللون اللي انت حابة تطلعيه، يعني درجة اللون اللي انت حباها دي بترجع لك انت، بس دي درجة اللون المظبوطة اللي انتوا شايفينها في الفيديو. عايزة اقول لكم التصوير كمان مش مدي الفيديو حقه بصراحة. شكل البسكوت في الطبيعي يجنن، ولونه والخرفشة شايفينه هش ازاي من جوه، رهيب. بيدوب يا جماعة فعلا في كوباية الشاي، حرفيا وصفة معتمداها من سنين. لازم تجربوا الخطوات وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.